عيدة خبة هاو بريخة على كل خن خزيان المخبة خبة ليلة أخجي بال مخبة ومخبته إينا إلى بال يما وبابا وهرها دخ بال خونة وخاتا وهرها دخ بال برونة وبراتا وبال كل بيتوياته وخزمانة اليوم أخبث الصماخة أتألقج بيتوتايا بهواية لا خازو ياخا أبقاها برست أخنا أخرزة شاوعة من هضرة هدير خلقا قد مخزقات تخن لداها يوما. ببرسة عايدة خبة مقيم له بتصماخة القش بيتايا الخارمشة مخرايا من جابت ساعتا مرضو تنيتة بتصماخة كت أهزوياخة باشاويدا بكل شيتا بيومة فالنتاين شورية لأها رمشة مخرايا بيا والتتمملة وهرهادخ مقروتا اتمنيانا من مخرة من جيبت ماخورة شركيلة بعيدة خبا وبخوتامة مقروبة شوكانة قاشر ركانة وبهدرتت مرضنة وماخورة وكنشا من كل الشوكانة. خثوافي أخنوافي أرخن عزيزة رمشوخن بريخة بشينا فيلوخن البيثوخن رابا البيث سماخد ألقش بيثايا التسورة بتقاضوتن غضا عدانا بالسمتة متشيرة حبة فالنتاين بشارخ لخرزديا بخمملة مقرولة طالا رستعتم دبرنتا البيث سماخد ألقش بيثايا ميقرا باس لشامية شتباقر خطوافي أخنوافي أرخن عزيزة خشلام ملي حبه وإيقارة طلوخن بآذي يوما إذ تحبه بشمد ساعتم دبرنتا بيت سماخد ألقش بيثايا بشينو بشلام بقووخن بيثوخن رابا دي السنيقة لجمعتوخن بدايموثا وتودي تكلوخن وبس مجينوخن لثيلوخن مشركتولن بآذي شيرة حبه لك ببصخلي تقارن شمخ بقور حقوثة ولك بسمالي أمرن طالخ ما حليثة شارخ له خرزديا قمايا أمد ما حورة فائق بلو قوم شحتة خوشمة خميرة حبة شتباق إذا تحبها هاو بريخة كلوخن خميرة تحبها لك مبصخلي تقارن بشمخ قور حقوثة ولك بسمالي أمرن طالخ مع حليثة ولاد مسقلن صلمخ بورد ملتياثة وتخرن حبخ دويوة بريسة بدركياثة انكبنخ بيتون الدبنخ وبلخن طالخ بمالن باتخ وبعمرن بطورخ وبأولالياثخ وبمهون الشبرخ بنون وبناثة دمبهريلخ وزرع خطة وصارة وكرمانة بحقلاثخ قبخ يا يما كدبرونح خاصحك مبثل كيوشي طربة دإلانا وقرمح كمخابل القرمشمية بدم اتحشى ولبحك شاقل شمطاوة وكل بالخانة تزونا كنوبل لدمخت امتخمل بشول دماثخ وبيثوثخ ولم أقرنت أبردم بأرزنوثة مزبنخ ولما شمقت عددياثة ديوت الخوذخ ولم بتشت العلثة دمزاكة قيانخ ما مريرة أن يماثى الريشن بقداشة
التنخكمة لا يذيء وريشان بياشا من دولاثة بمكروزة وجني بشاشة بلا سوبخ شيوة وبعوقانة إذا بقراشة لقبخ حكيمة سخلة وملبان سبيقة ولا مشيران مبرايا ومثي شويقة لك سنقخ اللي بعدانة دهاوخ عيقة ليوة من يأمن شو تباشخ شتيقة من عمق دلبي بتقالن الماثي قدشتا الخكمة من يالح وحبيوح بشلش وقتا خازخلا بحشد بات سكيرن بلتا خازخلا بحشد بات غليقة مبلتا والقرم دميثا وشوباب جبارا قبلتا بيشي وخ ناطورة وشرشاي بدكثن بيشي وخ ناطورة أصلاية بدكثن بناثن بشقلخ وبياوخ الطوط دماثن دلبايش مشيرانا كل شويقة أرأن يلبني ومردوثي لقبخ مطيالن كدويوة بين عمان لثوى الخجبنتا كدويوة بين عمان لثوى الخجبنتا دميخة بخلمح ليلح خشيوح قدمتا كبايش يسارة وشرايا بدي حرحقتا وبلستة بارد عذرانا شمح لا تتخرتا من هادخ كبنت قارن بشمخ وأنا بقبلخ ورأشن مرأخ وكبنخ بمسالنخ وتشارن قطرد عسقوثخ وبنياخل صدرخ وأنا وخنواثي طنانة بملها شمأخ بشمد يمي اديو بقارن بقال علويا لمرؤوتن الزالة منن وريشن اختويا باتب اماي بشل شويق العمقويا اللم هيرخ فيرة منن وليون ويا اللم هيرخ برحة منن وليون ويا اديو آخا وقبارد بريا بلطة طالي ان المثواثن كثوين وبرسن قطول قالي اللهاون برخ شتيقة ودارن بالي هلت الدارن وبثخن بيثي رئيشة بحالي هلت الدارن وبثخن بيثي رئيشة بحالي وهاوتم بسين عصفور جميل أيقظني بزقزقة عند ساوية رأسي قومي ورنمي لحنك أنشودة حب لا تنتهي. أما الآن نسمع معا قصيدة بعنوان عيد الحب للأخت الراهبة أفراسيا جحولة، فلتتفضل مشكورة. عصفور جميل أيقظني بزقزقة عند زاوية رأسي قومي ورنمي لحنك أنشودة حب لا تنتهي للرب الذي خلقك وصورك منذ البدء وهبك قلبا حيا قوة وسندا لقدمك فالحب عشق سماوي ولمسة روح منذ الأزل لا يفنى ولا يفتر إنه الحي السرمدي فدم وكن أمينا وارفع راسك في الأعالي لا تندم على ما فات ولا يهمك قول قائل عيد الحب أغنية سيمفونية واتحاد عفوي عمق وإيمان ورجاء حياة لا تني ولا تنثني
فحبك راسخ ثابت وهو الشامخ الأبدي. فطار العصفور مهللا مزغردا صوته في الأعالي، مرفرفا بجناحيه في الأفق ليغوص في الحب السامي. أيها الأحباء، أحبوا بعضكم بعضا، هذا هو الحب النقي الصافي الذي لا يتزعزع إلى الأبد. في كل عام نحتفل بمناسبة عيد الحب الفالنتاين الذي يصادف 14 شباط من كل عام، وبنفس التاريخ يحتفل إخوتنا الأزيديين بالمناسبة، ولكن بتقاليدهم الخاصة بهم. يتفضل الأستاذ جندي عثمان للحديث عن المناسبة، يتفضل مشكور. شلام اللوخون وكل شط بسخوثة تأث مناسبة عزيزة. بداية قصة. يقول الفيلسوف اليوناني سقراط إن في الإنسان عنصرا إلهيا هو الحب، والذي يفقدونه لا يكون لديهم روابط إنسانية ويعانون من الوحدة والخوف. الحب ارتبط منذ الأزل بالأم وأصبحت له إلها، فكانت إنانا آلهة للحب والجمال، وكانت رمزا للخير والبركة والإخصاب. تمثلت بشهر نيسان مع حبيبها إله الرعي ديموز الملك. وصاغت الشعوب في حضارة وادي الرافدين القديمة أعظم الأساطير والملاحم حول هذا الحب والجمال، انتقلت إلى باقي شعوب العالم. فكانت أفروديت وزيوس في اليونان، وإيزيس وأزيروس في مصر القديمة، وأفات وبعل عند الكنعانيين. وهنا أريد أن أتناول أحداث هذه الأسطورة لأبين عن معاني الحب في شهر شباط، وتحديدا في 14 شباط، حيث يصادف عيد الحب، والذي يصادف الأول من شهر نيسان الشرقي حسب التقويم اليزيدي. وتكون مناسبة دينية هذه باسم خضر الياس وخضر نبي. نعم. يصومون ل3 أيام خاصة لمن يحمل اسم الياس وخضر. لا يجوز في أيامه السفر، يعني أنا دا ثيلي ناو قميثة لبي داثن الألقش. يحرم فيه نحر الذبائح وصيد الحيوانات والطيور وإراقة الدماء. يقلون فيه 7 أنواع من المحاصيل الزراعية يأكلون منها وينثرونها على الحقول الزراعية، ويطحنون الحنطة المقلية لتصبح بيغون، بمعنى من غير دم، لا دم. كما إنهم يعملون حلاوة خضر الياس بإضافة الدبس إلى الطحين المقلي تسمى خبيثة. يهيئون أكلة باسم شرخوس، أكلة خاصة ليبة زي ما ولحم وهذه ليبة. شرخوس عبارة عن جريش مقلي مطبوخ مع إضافة الدهن الحر الطري كأوليو من بليطة دهن، لا يعني كمريل نيفشك. وفي ليلة العيد مناسبة باسم سردنكا، ليلة العيد 4 مقدسة، ليلة العيد تسمى سردنكا. دينان الماء قميثة قداري ما يبيثة دان إيه. حيث كانت المياه في البيوت توضع في دينان. إذا رأى الشاب أو الشابة في الحلم في تلك الليلة، في هذه الليلة المقدسة 14، إذا رأى الشاب في هذه الليلة إنه شرب الماء من إحدى البيوت من دنديي أو المناطق، فإن شفيع الزواج، إله الزواج، شفيع الزواج بيري لبنان شمي حلادي
أو مسؤول عن الزواج جيبنيل أو أي خازارة داعي يا بير لبنان قاور بروني قاور هذه يحقق أمنيته في الزواج من تلك المنطقة. إذا اشتل ما أو بيثاب هذه يتزوج من تلك المنطقة. وهذا اعتقاد راسخ جدا. كل أي خاب بقرة تدمر أنا غزالي وعدولين غزالي ما لا طاوة أنا وبختي حلاقة وقدها أنا وحياة دي حلاوة بالا أو ما يشبل بواقع قصة بس مجبور بالما يعني هذا خبريل يعني لأنه الحلم كان الأساس القوي في الاعتقادات القديمة. في الزواج يحقق أمنيته في الزواج من تلك المنطقة. وهكذا ترى الشباب والشابات يكثرون من مقليات وحلاوة خضر الياس على أمل أن يرى حلما يحقق فيه بير لبنان أمنيته في الزواج، حيث الاعتقاد بأن الزواج يتم بإرادة شفيع الزواج بير لبنان. لبنان ما علاقة لبنان؟ بير لبنان. وبير لبنان هو بيل لبنان أي بعل لبنان. بيل شمح بيل بيل لبنان أي بعل. وكلمة بير في المفهوم الديني اليزيدي بمعنى المقدس، أي من ديكاو مقدس كم نخلى بير ما ديك كم خمار خمار هذه أي جبن بيريل بير فلان بير هذه مقدسي يعني المقدس فلان أو الكبير. المعروف أن كبير المقدسين عند الكنعانيين في لبنان كان الإله بعل، وكان مركزه مدينة بعلبك في البقاع اللبناني. والكلمة مركبة من مقطعين بعل وبك، يعني بمعنى البعل الكبير أو المقدس. كما إن للمدينة قدسية في الديانة اليزيدية، حيث ولد وعاش فيها مجدد الديانة اليزيدية عدي بن مسافر شيخ عدي كم نخلة شيخادي. وهناك رمز مقدس هذه بالنسبة لبير لبنان. وهناك رمز مقدس يمثل شهر شباط. شهر شباط رمز خنل شهر شباط، وهو باسم بيرافات شمالا أفات، أسطورة بعل وأفات. شم باسم بيرافات. بيرا يعني المقدسة، وأفات وهي وهي امرأة مؤنث، وهي امرأة. ومن صفاتها الانتقام من الأعداء. وشهر شباط في التراث اليزيدي القديم هي لأطفال صغار تجاهد في سبيل معيشتهم. شهر شباط بالأزمنة القديمة خدلياس صار خلاص، خدلياس صار خلاص، خلصت السنة. كل من دي بخالص، لا مونة لا قمخة لا طحين لازم من دي، كل من دي بايش خليصة، يعني بيشة صعبة العائلة لمعيشة هذه. فبمري أثمح كياثا تتبيش معنويات بالعائلة تتأمري ما بيرافات هم هذا خويوا بير لبنان هم هذا خويوا. شهر شباط آديل شهر شباط أول خالص كل من دي، بعدين يطلع الزرع والعالم تطلع تاكل النباتات الطبيعية. من صفاتها الانتقام من الأعداء، وهي لأطفال صغار تجاهد في سبيل معيشتهم. لا يجوز الزواج الأرامل في شهر شباط. أي تنخا شهر شباط كمثلا أنخا مثلا دا استاذ جندي انكبل قاور ما أرملة ممنوع. شهر شباط لك بارد يصير غير شهر. مثل ما يحرم الزواج في شهر نيسان، كل نيسان بس آيته كله، بس شهر شباط أرامل مطلقات لك بارد. أي شهر شباط أرامل لك بارد بات السبب دي يحمل عادي. ولبيرافات مزارات عديدة في مناطق معددة من مناطقنا، في معبد لالش، في بوزان، في جنوب عين بقرة. جنوب عين بقرة سيئثن مع هذه بيرافات أنا ونزيلة تام. وهكذا أصبح هناك رمزين مقدسين في مناسبة
خضر الياس هي بيري لبنان الذي هو بعل لبنان، وبيرافات مقدسات أو أنات، وهي مرات تقرأ أنات مرات تقرأ أفات، وهي بمثابة شهر شباط. هر آور شباط قريب الأنات قريب الأفات، شم بحر شباط الآور، مثلما شهر نيسان إنانا شهر نيسان، مثلما ديموزي شهر تموز، كما أسماء الآلهة للأشهر. هناك أسطورة كنعانية تدور أحداثها حول مقتل الإله بعل من قبل الخنزير البري، وقيام أفات أو أنات بدور الانتقام من آلهة الموت بسبب حبيبها الصياد الشاب صاحب القوس السحري. فتقول الأسطورة، أي نص الأسطورة الكنعانية، هادخيل من رقيم مترجم كيمن. اقتربت العذراء أنات من بعل، وكان قلب أنات يهفو إلى بعل، كقلب البقرة إلى عجلها، كقلب النعجة إلى حملها، فأمسكت بآلهة الموت، بالسيف شطرته، بالمذراء ذرته، وفي النار أحرقته، وفي الرحى طحنته، وفي الحقل رمته، فكان الطير يأكل قطعا منه حتى التهمت بقاياه. انتهت الأسطورة. وعلى هذا وهكذا فإن طقوس خضر الياس بقلي المحاصيل الزراعية وطحنها ونثرها في الحقول الزراعية مبروكة بركة بلطي بالعيد ينثرون المقليات حلاوة بمزارع تتبيشة بركة زيادة الإنتاج، وهو تشبيها لما جاء بهذه الأسطورة. في ليلة العيد يحلقون الرجال الرأس، ممنوع الحلاقة، ممنوع هذه إلا في يوم العيد. في يوم العيد يحلقون الرجال يحلقون اللحية. النساء تأخذ لازم أي خاء كل سنة لازم يأخذ قطعة من شعرها تسمى زيب كاندن، بمعنى كلمة آرامية بمعنى التقليم، تقليم الأشجار. دقة مثل الشجرة تقليم تتبيش بركة. إذا ما يقلمون الشجرة ما تنتج، ما يصير بها إنتاج، تموت. فهذه يوم العيد يقصون الشعر ويذبوها، ومع ذبها يقول يا أمراضي إن شاء الله تبتعدين عني وتروحين من عندي حتى تبقى البركة فيها. وشكرا على الإزعاج، هذا ما كان لدي من المعلومات. شكرا.